10 مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. إشادة بالمشاركة الشعبية في برامج التنمية في تسني. المدير الطبي لمستشفى مندفر المرجعي الإقليمي يدعو لمكافحة الناسور. فرع التعليم بشمال البحر الأحمر ينظم ورشة عمل في مسوع لتقوية التعليم الابتدائي. الجزائر تصادق على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي وتطالب باعتذار رسمي. قاذفات روسية تنفذ رحلة مقررة شمال اسكندنافيا. وزعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ بعيدة المدى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن مدير مديرية تسني السيد سيوم غابريسوس في الاجتماع الذي عقده لممثلي السكان يوم 23 ديسمبر أعلن تنفيذ 87% من البرامج المخطط لها بنجاح بالمشاركة الشعبية. وأوضح بأن البرامج المنفذة شملت تطوير مؤسسات الخدمات الاجتماعية وتعزيز برامج التصدي والحفاظ على المياه والتربة وزيادة الإنتاج الزراعي وإيرادات المديرية. وذكر في إطار توسيع خدمات التعليم بناء 29 روضة أطفال في 11 إدارة الضاحية بتكلفة أكثر من 2 نأفة، وبناء 10 فصول دراسية إضافية بتكلفة أكثر من 2 نأفة أيضا لحل نقص الفصول الدراسية. وأفاد الاجتماع إرساء بنية تحتية لخدمات المياه في فانكو وتركيب الطاقة الشمسية في علي قدر بأكثر من 386 ألف نأفة، وتركيب الطاقة الشمسية في تسني ب1,200,000 نأفة لحل إشكالية المياه. كما قام شركة سجل للإنشاءات بتنفيذ أعمال بتكلفة تزيد عن 1.7 مليون نأفة لمنع الفيضانات التي كانت تدخل مدينة تسني خلال فصل الخريف. وأشار الاجتماع إلى حدوث 28 حريقا هذا العام تسبب في دمار مساحة حوالي 3500 هكتار من المرعي. وحول برامج عام 2023 أوضح السيد سيوم أن البرامج تشمل بناء غرف انتظار الولادة في مستشفى تسني، واستكمال بناء مدرسة فانكو الثانوية، وإصلاح الطرق الترابية، وإعداد الخطة الرئيسية لمدينة تسني، وزيادة عائدات الرياضة والثروة الحيوانية، وكذلك زيادة مشاركة الطلاب في المناطق الريفية. دعا المدير الطبي لمستشفى مندفر المرجعي الإقليمي الدكتور السعري تسفو المجتمع بشكل عام والإداريين ورجال الدين بشكل خاص لتعزيز دورهم للحد من الأضرار الصحية والاجتماعية والنفسية التي يسببها الناسور. وأوضح الدكتور السعري مسببات الناسور في الزيادة التي قام بها طلاب ومعلمو مدرسة أروتا المتوسطة إلى المستشفى يوم أمس 24 من ديسمبر، التي تنتج عن الولادة في المنازل دون رعاية ومعرفة طبية والممارسات الضارة وزواج القاصرات، مشيرا إلى الضغط النفسي والعزل الاجتماعي الذي يفرض على الإناث التي تصاب بالناسور. وقدم أخصائي التوليد وأمراض النساء الدكتور هبت هيل ملكوت والدكتور أبراهام أمانيل بدورهم شرحا مفصلا حول مسببات الناسور والمراحل العلاجية وتحدياتها، مذكرين بأهمية حصول الأمهات الحوامل على المتابعة الصحية اللازمة والولادة في المراكز الصحية تجنبا الإصابة بالناسور. وأفاد أن الناسور تسبب في طلاق 49% و51% ممن لم يلدن و57% ممن ولدن طفلا واحدا. وأضاف مدير مدرسة أروتا الأستاذ طاهر يحيى أن طلاب ومعلمي المدرسة بادروا بتنظيم هذه الزيارة الإنسانية والمعرفية إلى المستشفى بهدف المساهمة في توعية المجتمع، حيث تقع المدرسة بجوار المستشفى الذي يتخصص في تقديم خدمات طبية للمصابات بالناسور. وأكد مدير مديرية مندفر السيد هزقياس وهبات ومسؤولة مكتب التعليم بالمديرية الأستاذة بلال أرأيم، وأكدا أن مكاتبهما وأطقمهما جاهزين لتقديم الدعم للمستشفى بقدر المستطاع.
وتشير وثائق المستشفى أن المركز الوطني لمعالجة وتأهيل مرضى الناسور الذي بدأ عمله في عام 2007 داخل مستشفى مندفر الإقليمي القائم على إجراء العمليات الجراحية لهن وتأهيلهن بالتعليم الابتدائي والدورات المهنية قبل التعافي والاختلاط بمجتمعهن، حيث استفادت من هذا البرنامج الصحي والاجتماعي 1463 أنثى حتى الآن. عقد فرع التعليم في إقليم الشمال البحر الأحمر ورشة عمل في مصوع هدفته التي استكشفت الدراسة التي أجريت على مستوى تقوية جودة التعليم الابتدائي. وكان الهدف هو تحديد الدعم الذي يحتاج طلاب المرحلة الابتدائية في كل مستوى ووضع خطة مسبقة لتعزيز قدراتهم في الرياضيات والقراءة والكتابة. وقد تم في المناسبة تقديم شرح مفصل ومناقشة الدراسة التي قدمها قسم الإحصاء وتنمية الموارد البشرية التابع لوزارة التعليم بالنظر إلى الأحوال في العالم والمنطقة والتجارب المكتسبة والاستعدادات التي يتوجب القيام بها. وقال مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إن الدراسة تحدد التحديات الرئيسية والإجراءات التي يجب اتخاذها والأساليب التي يجب اتباعها، داعيا إلى المشاركة الواعية لتنفيذها في المدارس المختارة في الأقاليم للتجربة. من جهة أخرى، نظمت جمعية المعلمين فرع إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية بالتعاون مع مكتب التعليم في الإقليم تركزت حول الإدارة والقيادة لمسؤولي التعليم في المديريات ومدراء المدارس في مدينة مصوع. تضمن تدريب الإدارة والقيادة والتواصل الفعال والإدارة القائمة على النتائج. وقال مسؤول الجمعية في الإقليم الأستاذ صالح حسن إن البرنامج جزء من مهمة تعزيز القدرات المهنية للمعلمين. عقدت في هولندا وألمانيا والنرويج سيمينارات لتقوية التنظيمات وتعزيز مساهمة الإريتريين، بينما قيم الإريتريون في النرويج أنشطة التنظيمات الوطنية. وأفادت المعلومات الواردة من هناك بأن السفير نجاسي كاس عقد سيمينارا في مدينتي زويلة وأمستردام الهولندية يومي 20 و21 من ديسمبر تركزت حول الوضع المحلي والإقليمي، مذكرا المواطنين المقيمين في الخارج بضرورة تعزيز وحدتهم والمشاركة في التصدي التنموي، موضحا العمل الجاري بهدف استغلال جيد للقدرات الكامنة. وقدم في المناسبة توضيحا بشأن الأنشطة الجارية والتقدم المحرز لتحقيق مشروع مدرسة فورتساوا الداخلية والعمل الجاري لضمان كفاءة خدمات السفارة. من جهة أخرى، ينشط الإريتريون المقيمون في مدن ألمانيا المختلفة على إنجاح برامج التنمية عامة ومشروع مدرسة أفنبو الداخلية خاصة. وأفادت اللجنة التنسيقية تنفيذ أنشطة التعبئة في مدن مختلفة لإنجاح المشروع وقيام الإريتريين في أكثر من 25 مدينة بمبادرات عملية مرضية. في غضون ذلك، أجرى الإريتريون المقيمون في النرويج تقييما يوم 13 من ديسمبر لأنشطة المنظمات الوطنية في عام 2025 وناقشوا البرامج المستقبلية. وأشار التقييم إلى أن المنظمات تقدم مساهمات مشهودة في جميع جوانب برامج التصدي، حيث وجهت الدعوة لقيام المنظمات الوطنية بأنشطة أكثر فاعلية لضمان الحفاظ على الثقافة والتراث ونقلها إلى الجيل القادم. وقدم في التقييم الذي حضره القائم بأعمال سفارة الإريتريا في الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد ومسؤول الشؤون القنصلية السيد يماني جبركيدان، قدم توضيحا حول الخدمات القنصلية والمتطلبات التي يجب على المستخدمين استيفاؤها. على صعيد مماثل، عقدت فروع الاتحاد الوطني للمرأة الإريتريا في أبو ظبي ودبي وشمال الإمارات العربية المتحدة مؤتمراتها يوم 21 من ديسمبر. حضر المؤتمرات القائمة بأعمال السفارة الإريتريا في الإمارات العربية المتحدة السيدة سعيدة محمد طه في أبو ظبي، ومدير مكتب القنصلية العامة في دبي وشمال الإمارات العربية المتحدة السيد محمود سليم، ومسؤول قسم الشؤون العامة والاجتماعية السيد تسفو جبرتنسائي في دبي، وألقوا كلمات ركزت على أهمية تقوية التنظيم.
بحث فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا بإقليم شمال البحر الأحمر في اللقاء الذي عقده في يوم 23 ديسمبر الجاري، بحث سبل توسيع تنظيماته على مستوى إدارات الضواحي وتنظيم الشباب على الأسس الأهلية. وأوضح مسؤول التنظيمات والتأطير في الفرع الشاب سليمان يوسف في كلمته أن الاتحاد يعمل على توسيع نطاق تنظيمات الشباب وبتنظيم محاضرات توعوية وفعاليات التنظيمات الشبابية، إلى جانب تنظيم دورات ترفع من قدراتهم ومعرفتهم المهنية والسياسية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 84% من البرامج التي خطط لها للعام الجاري. وقدمت في اللقاء تقارير عن الأنشطة التي تم تنفيذها على مستوى المديريات، واستعرض نقاط القوة والتحديات التي واجهت العمل. وأشار رئيس اتحاد الشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين إلى أن تنمية شاب كفو يضمن الاستقرار والتنمية المستدامة للبلاد، حيث يعمل الاتحاد ضمن أولوياته على تنظيم برامج تسهم في تمكين الشباب بالقدرات والكفاءات اللازمة، إلى جانب وعيه الوطني لرفع الإنتاجية والفعالية للقدرات الداخلية بتوسيع تنظيمات الشباب على مستوى إدارات الضواحي والقرى. وذكرت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة بدورها الاتحاد ذكرته على تنفيذ أنشطته بالتعاون مع الإدارات المحلية، مشددة لتوسيع تنظيمات الشباب وتأطيرهم من خلال الأنشطة التي ينظمها الاتحاد. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. صادق البرلمان الجزائري بالإجماع على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويصفه بجريمة دولة، ويطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي في وقت لا تزال فيه العلاقات بين البلدين غارقة في أزمة دبلوماسية كبرى. ويعدد القانون جرائم الاستعمار غير القابلة للتقادم، منها الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات. ومن جانبها قالت الخارجية الفرنسية على لسان متحدثها باسكال كونفاروم إنها لا تعلق على نقاشات سياسية تجري في دولة أجنبية. وقد تفاقمت الأزمة بعد الصيف 2024 حين اعترفت باريس بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، ما اعتبرته الجزائر مساسا مباشرا بثوابتها الدبلوماسية. وردا على ذلك اتخذت الجزائر إجراءات شملت سحب سفيرها من باريس وإلغاء زيارة الرئيس عبد المجيد تبون المقررة إلى فرنسا. أجرت قاذفات روسية ذات قدرات نووية رحلة مقررة فوق بحري النرويج وبارندس، ما دفع طائرات مقاتلة تابعة لبلدان أجنبية لمرافقتها، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع. ولم يتضح تاريخ تحليق قاذفات تو 95 ولا البلدان التي نشرت طائرات للمراقبة. وقالت الوزارة أن قاذفات تو 95 MS الاستراتيجية الروسية وناقلات صواريخ نفذت رحلة مقررة فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنرويج، في إشارة إلى البحرين الواقعين الشمال اسكندنافيا وكذلك شمال غربي روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت الوزارة أن رحلات من هذا النوع تجري مرارا في العديد من المناطق، وهي متوافقة مع القانون الدولي. ذكرت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جون أون أشرف على اختبار صواريخ سطح جوي بعيدة المدى في موقع إطلاق قرب الساحل الشرقي. وذكرت الوكالة أن التجربة التي تهدف إلى تقييم التقنيات الاستراتيجية المسلحة نوويا من أجل تطوير نوع جديد من الصواريخ عالية الارتفاع نجحت في تدمير أهداف جوية على مسافة 200 كيلومتر. وقالت الوكالة إن كيم تفقد أيضا أعمال بناء غواصة يبلغ وزنها
8700 طن تعمل بالطاقة النووية، قادرة على إطلاق صواريخ سطح جو دون تحديد موقع الزيارة أو توقيتها، مشيرة إلى أن مشروع الغواصة يندرج ضمن جهود كوريا الشمالية لتحديث القوات البحرية، فيما تمثل واحدة من السياسات الخمس الرئيسية التي تتبناها لتطوير القدرات الدفاعية. ونقل عن كيم القول إن التطوير الشامل للقدرات النووية وتحديث السلاح البحري أمران ضروريان وحتميان أيضا، بالنظر إلى كون العالم الحالي لا يميل للسلام بأي حال. أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد بشدة العقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تيري بروتون. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت حظر منح تأشيرات الدخول لبروتون و4 نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها. وصعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعد ما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة إكس التابعة لإيلون ماسك لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، وذلك لضمان التحقق من المستخدمين ومن أنهم أشخاص حقيقيون. بدورها قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول، وإن فرض أمريكا قيودا على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيون محاولة للطعن في سيادتنا. مشاهدينا الأكارم، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. إشادة بالمشاركة الشعبية في برامج التنمية في تسني. المدير الطبي لمستشفى مندفر المرجعي الإقليمي يدعو لمكافحة الناسور. فرع التعليم بشمال البحر الأحمر ينظم ورشة عمل في مصوع لتقوية التعليم الابتدائي. الجزائر تصادق على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي وتطالب باعتذار رسمي. قاذفات روسية تنفذ رحلة مقررة شمال اسكندنافيا. وزعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ بعيدة المدى. هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله